أول شي عندي خس وايد، راس خس كامل. عندي 3 حبات خيار، كوب زيتون أخضر، كوب بقدونس. وطبعا عندنا خبز، أنا مستخدمة اليوم خبز التورتيلا، هالشي راجع لكم، ممكن تستخدموا الخبز العربي، هالشي راجع لكم. ملعقتين زعتر وملعقة سماق، طبعا زيت زيتون. وللصوص عندي ملعقتين كبار مايونيز، عصير ليمونة، زعتر مجفف ملعقة كبيرة، زبادي نص كوب، وخل ملعقتين كبار طبعا، وملح. وايد بسيطة. يلا هاي نبدأ العمل. هنا زيت زيتون، والحين راح نحط خبز التورتيلا. طبعا بنات أنا مستخدمة خبز التورتيلا زايدة الكمية، أحبه لأنه وايد حاطة 3 خبزات، هي أساس السلطة يعني، عرفتوا؟ فزيدوا. انزين لما الخبز خذ اللون الحلو هذا، يلا الحين نحط الزعتر والسماق. أنا بنات أحب أحط عليه رشة صغيرة ملح وبس، صار جاهز. يا سلام. ثاني خطوة راح نخلط الصوص، نحط الزبادي والليمون والخل والزعتر المجفف، واللي ما عنده زعتر مجفف عادي ممكن يستخدم الزعتر عادي مال السندوتشات، والمايونيز، وطبعا رشة ملح. يلا الحين وقت الخلط. نحط الخس فوق الخيار وفوق الزيتون. يا سلام، الكومبينيشن شيء خرافي صراحة. ونحط الصوص ونقلب الشيات كلها فوق بعضها تشي ويا بعضها وتشي. الله يسلمكم، سلطتنا صارت جاهزة. شوفوا لي المنظر، بس المنظر، ما نبى ناكل، نبى بس نشوفها اليوم. أحس أي شيء يدخل فيه الزعتر يصير ليفل مختلف، ليفل عالي يصير. يا سلام، بس ريحتها كم تسوى. وبس والله، تعالوا أوديكم جولة في الطبق. يلا شوفوا الجمال، شوفوا اللذاذة. يا سلام يا سلام يا سلام.